تقف عند اكتر من مكسب النهارده. اول حاجه انت بتحقق فوز سادس على المنتخب السعودي، ومش واحد ولا اتنين ولا تلاته، انت بتتكلم على اربعه، واربعه نتيجه تقيله ونتيجه كبيره في الكوره. ده الفوز السادس في 9 لقاءات انت لعبت فيهم السعوديه، هم كسبوا 2، انت كسبت 6 وتعادلنا في ماتش وحيد. الحاجه الثانيه ان زيزو واحد من اهم نجوم اللقاء، وانت عايز زيزو يرجع لمستواه قبل كاس العالم كواحد من اهم نجوم الكره المصريه، بيسجل اول هدف ليه بعد سنه بالتمام والكمال عن اخر هدف هو سجله مع منتخب مصر. النهارده بيعود اليك واحد من اهم ان لم يكن اهم مدافع في مصر وفي المنتخب المصري، وهو محمد عبد المنعم، اللي بنقول له الف مليون سلامه يا عبد المنعم، رجوع بعد اصابه طويله بالرباط الصليبي، عوده خير ان شاء الله وبشره خير وجودك مع منتخبنا النهارده. مكسب كبير جدا 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 كسبناه النهارده بالوافد الجديد لمنتخب مصر، هيثم حسن، لعيب ريال اوفيدو الاسباني، لعيب مميز جدا، لعيب مهم جدا. ده طبعا لقطه عبد المنعم وهو نازل، وانا لو من النادي الاهلي اجيب حمدي فتحي وارجعه لعيبه مساك. يعني انا بغشش النادي الاهلي، او يعني في عز ما الاهلي بيدور على مساكين وعنده مشكله في المساكين، حمدي فتحي الكابتن حسام حسن يعني بقى عنده مساك جديد. يعني الاول كان حمدي فتحي بيلعبها على فترات مع موسيماني ومع النادي الاهلي، دلوقتي خلاص هو بالنسبه للكابتن حسام حسن تحس ان هو محسوب خلاص على خط الدفاع، ملوش علاقه بخط الوسط، وهو فعلا بيقدم مع منتخب مصر في هذه المنطقه وهذا التوظيف وهذا المركز اداء في منتهى الجمدان. يعني المهم هيثم حسن لعيب ريال اوفيدو الاسباني النهارده قدم بطاقه تعارف مع المنتخب المصري جميله جدا مميزه جدا، لانه لعيب عنده القرار، عنده الشخصيه انه يروح ويعدي واحد ضد واحد، لمسته حلوه للكوره، سريع، في قطعيه وفي كواليفيكيشنز كده، في عنده مؤهلات وجوده مختلفه عن اللي موجوده في بقيه اللعيبه. ومهم قوي ان انت يكون عندك في التجميعه بتاعت افضل لعيبه في مصر اللي هم موجودين في منتخب مصر، كل واحد يبقى ليه طعم مختلف وجوده مختلفه وكواليتي مختلفه تنفعك في اللقاءات والمدارس المختلفه اللي انت هتلعبهم ان شاء الله في كاس العالم. دي احصائيات هيثم حسن، هو لعب بشوط، لمس الكره 27 مره، عمل ترقصتين، واحده منهم صحيحه، سدد تسديده واحده، عايز طبعا يشتغل على الجول اكتر، يبقى افكتيف على الجول اكتر، عمل تمريره واحده مفتاحيه، نسبه تمريرات ودقه تمريراته الصحيحه 93%، فاز ب6 التحامات وصراعات ارضيه من اصل 8، رجع الكره 4 مرات، عمل 3 مساهمات دفاعيه، فاحصائياته مبشره جدا 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 كاول مشاركه ليه مع منتخب مصر. السلام عليكم. الحقيقه اللي بيحصل دلوقتي في النادي الاهلي اعاده الهيكله والاصلاح الجذري، ده بعيد عن موضوع المسكنات اللي كانت بتحصل قبل كده. خلينا نتكلم بصراحه، اللي كان بيحصل قبل كده مسكنات، يعني انت كنت بتجيب لاعب يسد مكان معين، مهاجم، اسم انك اشتريت مهاجم، دي كلها مسكنات. انما اللي بيحصل دلوقتي من الاستاذ ياسين منصور والكابتن سيد عبد الحفيظ، التغيير الهيكلي والجذري والاصلاحات القويه دي حاجات علاج، مش اكنك بتعمل عمليه جراحيه، مش مسكن عشان الالم. انت كده هتشيل كل مواطن الالم اللي كانت موجوده في النادي الاهلي او فريق الكره على وجه التحديد. لان انا مش من هواة الناس اللي بتتكلم ان كل شيء فشل، لان الحقيقه بكل امانه احنا لو شفنا هنلاقي الاهلي في العاب الصالات مكتسح تقريبا كل البطولات في مصر، ومستوى الانشاءات الاهلي برضه مكتسح، لكن يمكن الفشل او التراجع، خلينا اقول كده الانسب، التراجع كان في فريق كره القدم. لان الحقيقه كمان مستوى الزعل ان ما كانت الطموحات كبيره جدا جدا، وفي المقابل كانت النتائج هزيله. واللي خلى الناس زعلت اكتر ان كانت معتقده ان الامكانيات المتوفره اكبر بكتير جدا في لعيبه النادي الاهلي، ولا زالت. احنا عندنا ثقه كبيره جدا في الاداره الموجوده دلوقتي ان هي هتعمل اعاده تغيير جذري لكل نواحي فريق كره القدم، من ناحيه التعاقدات والاداره والنشاط الرياضي والتدريب، كل شيء، والاتفاقات مع اللعيبه. النقطه الوحيده السلبيه الموجوده لحد دلوقتي وهنستحملها واحنا عاصرين عن نفسنا لمونه هو المدرب. ليه بقى المدرب؟ لان بكل امانه احنا كنا بنشن حمله كبيره صحيح على اللعيبه، وصحيح برضو اللعيبه اثروا، لكن مباراه النهارده بين مصر والسعوديه اثبتت بما لا يدع مجال للشك ان المدرب ده اونطجي. ليه؟ ما هي نفس اللعيبه. لما تشوف الشوط الاول انت كان عندك 7 لعيبه
من النادي الاهلي بيلعبوا مع منتخب مصر في الشوط الاول قدام السعوديه. سيبك من ان السعوديه واخداها مباراه وديه ولا كده، لكن بكل امانه اللعيبه الاداء على درجه عاليه من السرعه والقوه والجمال. واللعيبه كان الشوط الاول كان مصطفى شوبير، وعندك ياسر ابراهيم، محمد هاني، مروان عطيه، امام، زيزو، تريزيجيه. تقريبا النادي الاهلي اللي كان بيلعب مع كامل الاحترام يعني تقريبا الشوط الاول كان بيلعب النادي الاهلي. يعني حطيت عليه مين يعني؟ مرموش واسلام عيسى؟ لا يا جماعه، تقريبا النادي الاهلي هو اللي كان بيلعب السعوديه في الشوط الاول تقريبا. طيب دلوقتي حتى في الشوط الثاني، طب ما هو نزل في كوكا في الشوط الثاني، وبرضه رامي ربيعه وان كان مش من ابناء النادي، ماشي هو من ابناء النادي الاهلي، لكن ده يثبت لك ان اللعيبه عندها امكانيات كبيره. واحتمال بنسبه كبيره برضه ان المدرب غير انه ما عندوش اساليب فنيه، انه برضه مش عارف يتعامل نفسيا مع اللعيبه. لان الواضح كده كمان ان حسام حسن نجح في رفع الروح المعنويه للاعبي النادي الاهلي رغم الاخفاقات اللي حصلت من الخروج من دوري الابطال والتراجع في الاداء وغضب الجمهور على اللعيبه. لكن النهارده اللعيبه شفناها بتأدي اداء عالي جدا، شفنا روح حتى في الهدف الثالث اللي جه بن زيزو. شفنا يا جماعه، لا شفنا روح عاليه بن زيزو وامام عاشور ومحمد هاني وتريزيجيه. اذا نكاد نجزم ان السبب الرئيسي في اختيارات المدير الفني، سواء من بدايه الموسم لما جبنا ريبيرو ده وضيع علينا فتره الاعداد، او حتى بعد كده لما مشينا عماد النحاس ورجعنا جبنا العجلات اللي جبناه ده اللي هو يسترو. اذا بكل امانه النقطه السيئه الوحيده في الاصلاح وهنستحملها بس الكام ماتش دول هو موضوع المدير الفني الغير مناسب تماما للنادي الاهلي.